تعالوا بقى يا ست الكل اقولك على فسيخ الغلابة التحفة الجميل القمر اللي كلف 40 جنيه، اللي بيدوب دوب كده، ده بينزل في القلب على طول. ايوه بينزل بالقلب مع شوية بطاطس بقى محمرة من اللي انا مخزناها بقى من وصفات سارة. يا نهار ابيض على الجمال، انسي بقى الدنيا وكل اللي فيها. انتوا هتغلوا علينا الفسيخ، احنا هنشتغل برضو، هنشغل دماغنا وهنشتغل وهناكل برضو فسيخ. شايفين بقى البسارية السكر القمر دي؟ انا مش راضية اجري الفيديو عشان تشوفوه بكل التفاصيل بتاعته. جبتها غسلتها كويس جدا وبليمون ومية لحد ما المية بتاعتها نضفت خالص. حطيتها في مصفى في التلاجة لتاني يوم. نزلت كل المية اللي فيها، شايفين الجمبري اللي فيها وشايفين البسارية عاملة ازاي؟ تحفة، حلوة قوي قوي قوي. طبعا مش متنضفة البطن بتاعتها، هي بتتعمل كده يا جماعة. الناس اللي بتقرب بقى ملهاش دعوة بالفيديو ده خالص، الناس الأكيلة يخلوهم معايا. هجيبها بقى بأي فوطة عندك نضيفة ناشفة، هتبدأي تنشفي فيها كده عشان لو فيها أي نقطة مية ما تعفنش منك وتضرب، ونعملها على الصح. بتنشفيها كويس جدا كده، كويس قوي قوي قوي، عشان ما يبقاش فيها اي ميه. بعد وريتكم اللي اتصفى منها لتاني يوم. هجيب بقى طبق. انا بقى مش هقول لكم كام معلقه، انتوا عارفين كيس الملح الصغير؟ حطوه كله، حطوا كيس الملح الصغير على الكيلو. وبعدين معلقه بابريكا حلوه كده كبيره، وشوية الشطة دي بقى حسب الرغبة، هي بتبقى جميلة وهي مشطشطة. انا حطيت شوية صغيرين بس، حابين تكتروا الشطة دي بقى بتاعتكم انتوا. ورق لوري علشان الزفارة، الورق ده ورق الغار او ورق اللوري ده بيشيل اي زفارة. وبعدين ابدأ بقى اقلبهم كده مع بعض بقى بعض خالص، وانزل بيهم على البسارية بتاعتي. بجد الوصفة دي تحفة للناس اللي بتحب الحاجات الاكيلة دي وبتحب الفسيخ والحاجات دي، بجد حلوة جدا. ده بدل بقى الفسيخ اللي غلي والحاجات دي فظيع. حطي عندك في التلاجة بيقعد شهور وممكن وقت طويل. هتنزلي بقى بكل التتبيلة الحلوة بتاعتنا دي وتقلبيه كويس جدا، وبتكوني مجهزه برطمان او علبه او اي حاجه محكمه الغلق عشان ما يدخلوش اي هوا ويفسدوا ويبوظوا. والتكات بتاعته بقى عشان يطلع معاكي صح وناجح، امشي الفيديو للاخر وكمليه. ولو لسه بتتابعين لحد اللحظه دي فشكرا لمتابعتكم ليا، وشكرا لكل حد بيقول كلمه حلوه في حقي. انتوا بموت فيكم في قلبي، انتم في قلبي. بجيب بقى العلبة بتاعتي دي، هي كانت كبيرة شويتين 3 بس عادي، اللي موجود هيسد. اي حاجة عندك، برطمان، علبة، اي حاجة هتحطي فيه. وهنجهز مج بتاع الشاي او كوباية المية، هنملاها زيت. وطبعا كلنا عندنا زيت التمين، كل البيوت فيه زيت. بحط كوباية الزيت واروح قافلة عليه بكيس عشان ما يدخلوش اي هوا. اقفل بقى بالكيس بتاعي كده واقفل الغطا بتاعي المحكم، وبسيبه بره التلاجة يومين مش اكتر. صيف او شتاء بيتساب بره التلاجة يومين فقط لا غير، وبعدين بتحفظيه في قلب التلاجة. ودي كانت الاكلة المفضلة. كنتم مع سارة في وصفات سارة، انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديد. باي باي.